السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم صحه وفي اسعد حال دايما يا رب. عايزه اقول لكم ان انا بحبكم جدا ووحشتوني قوي قوي، واتمنى ان انتوا دايما تكونوا بخير، ويا ريت بقى تدعموني اكتر في القناه لان انا بجد محتاجه دعمكم. فما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس، وطبعا اكتبوا لي في التعليقات اخباركم وطمنوني عليكم. وبستنى بجد رايكم في كل فيديو وتقولوا لي اخبار الرسائل بتاعتنا معاكم ايه. نيجي بقى لموضوع رسالة النهاردة. رسالة النهاردة مش عارفة هنصنفها رسالة حزينة ولا رسالة آه، مفرحة. هي رسالة كده فيها شوية مشاعر، مشاعر صادقة جدا من حبيب ندمان وزعلان ان هو في يوم من الايام زعل حبيبته، فعشان كده بعت لها رسالة اعتذار قوية جدا، ويقول لها انا اسف، انا عارف ان انا جرحتك، بس صدقيني كان غصب عني. وده لان انا كان كل اللي حواليا بيقدموا لي ادله وبراهين انك انتي مش وفيه ليا، مش انسانه مخلصه، مش صادقه، مش مقدره حبي اللي انا بحبه لك. فده كله خلاني مشتت، خلاني مش قادر احدد بالظبط هو انت فعلا كده زي ما هما ما بيقولوا عليكي، وان انت فعلا مش مهتمه بحبي، وان انت انسانه بتخونيني. فده كان مسبب لي درجة من درجات الجنون. مش عارف اوصفلك التخيل والشعور اللي انا كنت فيه كان عامل ازاي. ما كنتش قادرة اتخيل انك انت ممكن تكوني بتلعبي بمشاعري وبتمثلي عليا الحب وانت ما بتحبنيش، ومقضية وقتك وخلاص بتتسلي، حطاني على الرف، سايباني سدخانة، كل الكلام ده كان بيتقالي. فده كان مسبب لي حالة مهما اشرحها لك واوصفها لك مش هتقدري تستوعبي انا كنت عامله ازاي. فما كانش قدامي غير ان انا اتكلم معاكي، ومجرد ما فتحت الموضوع معاكي لقيتك بتصوري عليا جدا. ده خلاني حسيت ان انتي عايزه تقلبي الترابيزه وان انتي فعلا بتخونيني. ومع الاسف صدقت كلامهم وصدقت ان انتي بتخونيني، وفضلت بتعامل من المنطلق ده. وعايزه اقولك ان انا ندمت اشد الندم على كده، لان عرفت واتأكدت ان انتي اطهر حد في الدنيا، وان انتي فوق مستوى الشبهات، وان انتي حد نقي قوي، وان انا بجد ما ينفعش اقول على نفسي غير ان انا حمار لان انا ضيعتك. فعلشان كده انا عايزك اولا تسامحيني وتقبلي اعتذاري. تاني حاجة تديني فرصة اصلح القرف اللي انا عملته ده كله والهباب اللي انا هببته، لان انا فعلا ما اقدرش اوصف اللي انا عملته معاكي غير ان هو قرف وهباب. واللي انا بعمله دلوقتي ان انا سديت كل الابواب اللي ما بيني وما بين الاشخاص اللي وقعوا بيني وبينك، لان انا عرفت واتاكدت ان هم مش بيخافوا عليا ولا بيخافوا على مصلحتي. دول ناس كده عايزين يصطادوا في الماء العكرة. علشان كده انا بعدت عنهم وبعدتهم عن اي حاجة في حياتي، وخليت ان مفيش اصلا ما بيننا تعامل لا سطحي ولا تعامل عميق ويتدخلوا في حياتي. وعايزة ابدأ على نظافة من اول وجديد معاكي، مع اشخاص شبهي وشبهك، وان انا احاول اصلح اللي انا عملته معاكي، وان انا ارضيكي باي شكل ترتضيه واي طريقة انتي شايفاها صح، وانها كده هتكون في مصلحتك وهترضيكي. لان انا عارف ان انا عملت غلط كبير قوي في حقك، وانتي انسانه ما تستاهليش ده مني. ما تستاهليش ان انا اعاملك بكل خير وبادب، لان انا عرفت ان انا كنت غبي. غبي يوم ما صدقت الكلام اللي قالوا عليكي، غبي يوم ما اندفعت ورا غيرتي ورا جنوني بس يعني عزائي اللي انا عملته ده ان هو حبي الزايد ليكي، ان انا كنت متعلق بيكي لدرجه خايف ان انت تروحي مني، بدل ما احافظ عليكي مع الاسف ضيعتك. دلوقتي انا ندمان وبضرب نفسي مليون قلم على اللي انا عملته، ومش عارف انتي دلوقتي هتقبلي اعتذاري ولا مش هتقبليه. لو ما قبلتهوش انا مش هقدر الومك، لان انا عارف ان انا وجعتك قوي، لكن عندي امل وعندي عشم كبير قوي ان ربنا يحنن قلبك عليا ويخليكي تسامحيني، لان انا بجد بحبك. واللي انا عملته ده كان علشان انا بحبك قوي، بحبك اكتر من روحي. فما كانش مستاهل عليا ابدا ان انا بعد الحب الكبير ده وبعد ان انا مخليكي كل حاجة في حياتي حد يجي يقولي ان انا مش في حياتك اصلا وان انا على الهامش.
اتوجعت فوق ما تتخيلي وقتها، فما كنتش عارف اتصرف بعقل ولا بحكمة. اللي سأني عواطفي. وانا اتعلمت من الموقف ده ان انا قبل ما اعمل اي حاجة في اي شيء في حياتي لازم اتصرف بالعقل ولازم احكم المنطق. فصدقيني لو اديتيني فرصة هتلاقيني بجد اتغيرت، وهتلاقيني انسان جديد، انسان بيحكم عقله في كل حاجة، انسان ما بيديش ودنه لحد، انسان بيفكر وبيحلل المواقف اللي بيشوفها قدامه. فكل اللي عايزه اقوله لك ان انا اسف، وان انا بحبك قوي، وحتى لو ما قبلتيش اعتذاري هفضل احبك لاخر يوم في عمري. وبكده تكون انتهت رسالتنا، رسالة يعني انتوا حكموا هي ايه، وربنا يقدم اللي فيه الخير للحبيبين ويجمع شملهم وشمل كل أحب. دلوقتي اقول لكم سلام عليكم، واستنوني مع رسالة حب جديدة ان شاء الله بكرة.